القرآن نزل في شهر رمضان فبقى أعظم شهر في السنة، ونزل في ليلة القدر فبقت أعظم ليلة في الدنيا كلها، ونزل على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام فبقى أعظم بني آدم اتخلق في الدنيا كلها. اعرف ان انت لما تتعلق بالقرآن هتبقى انسان عظيم، لان ده كلام ربنا، وكلام ربنا هو اعظم كلام هتسمعه في حياتك كلها او هتقراه. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول لنا: القرآن سبب طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم فتمسكوا به فإنكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده أبدا. سيدنا النبي بيقول لنا إن القرآن موصول بطرف من ربنا، فأنت لما تستمسك بالقرآن وتعمل بيه يبقى أنت موصول بالله، فمش هتشقى ومش هتضل أبدا. والتمسك بالقرآن مش إن أنت تقراه بس، لا 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 لا، التمسك بالقرآن بإن أنت تعمل بيه، ومش هتعمل بيه إلا لما تفهم، ومش هتفهم إلا لما تتدبر. عشان كده ربنا قال لنا: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ما قالش هما ما بيقروش الكلام ده ليه، لا لا، ما قالش هما ما بيحفظوش الكلام ده، لا لا لا، قال لك ما بيتدبروش ليه. تمام. أغلبية الناس بتقرأ القرآن هما مش فاهمين هما بيقولوا إيه، وأنا خايف يكون ذنب. يعني مثلا ربنا نزل سورة الإخلاص، فأنت بتقول إيه مثلا؟ قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، وقفلت المصحف وقمت. بالظبط زي اللي بعت لك رسالة فأنت قريت الرسالة ورحت قافل الموبايل. أنا مش بعتها لك عشان تقراها وتطنشها، أنا بعتها لك عشان عايزك تعمل حاجة، وعايزك تؤمن بحاجة، وعايزك تصدق بحاجة. أنا موصل لك رسالة، والقرآن هو المنهج، زي اللي في مدرسة بالظبط وعنده مادة معينة وده المنهج بتاعها. المطلوب منك ان انت تذاكر المنهج ده عشان تنجح، ده لو عايز تنجح. تمام كده. وخد بالك هنا اللي هيسقط مش هيعيد السنة، هي مرة، فيا ريت تركز عشان تنجح في الامتحان. فلازم تعرف ربنا باعت لنا الكلام ده ليه وعايز مننا ايه بالظبط. واتعلمت في التدبر ان طالما ربنا اتكلم عن موضوع معين في اكتر من آية في اكتر من سورة، ربنا بيقول لك جمعهم عشان تشوف الصورة كاملة عن الموضوع ده. يعني مثلا زي الورقة اللي متقطعة على 4 أجزاء بس متفرقة، فبيقول لك جمعها عشان تشوف الصورة كاملة عن الموضوع. يعني مثلا زي الخمر: ولا تقربوا الصلاة وانتم سكارى. معنى الآية ايه؟ ان هي حرام بس وقت الصلاه. لو انت خدت بدي بس انت رحت في داهيه. لازم تجمع كل الايات اللي اتكلمت عن الخمر عشان تشوف الصوره كامله، وربنا مفرقها في كذا ايه في كذا سوره. الحكمه ربنا بيقول لك جمعهم عشان تشوف الصوره كامله. بعد لما تجمع الصوره كامله عن الموضوع ده، يعني مثلا عايز تدور عن البلاء، عايز تدور عن المرض، عايز تدور عن النجاح، عايز تدور عن السعاده، كل حاجه موجوده في القران. ربنا قال انا مش ناسي حاجه في القران. فلما تجمع كل الايات اللي اتكلمت عن الخمر هتلاقي ان هي ما كانتش حرام اصلا في الاول، بعد كده اتحرمت بالتدريج، بعد كده اتحرمت نهائي. هو ده التدبر، ان انا افهم ربنا قال دي ليه، اتكلم في الموضوع ده ليه، عايز يوصل لي ايه بالظبط، وايه اللي مطلوب مني. ده لو عايز تنجح يعني مثلا ما تقراش ولا تقربوا الزنا انه كان فاحشة وساء سبيل. دلوقتي الآية دي بتقول ايه؟ اوعى تقرب للزنا لان دي من الكبائر. ما تقراهاش بقى من هنا، ما تقراش المصحف والصورة من هنا، ولاقيك رايح تزني تاني يوم. يبقى انت ما فهمتش حاجة. هو انا مش بعتها لك عشان تقراها، انا بعتها لك عشان عايزك تعمل حاجة. فربنا سبحانه وتعالى بيكلمك، ما تطنش كلامه. وعلى اساس هذا انت لازم تعمل ملخص للمنهج ده. في ناس كتير اجتهدت وتدبرت في القرآن، بس انا عايزك انت تجتهد وتدور بنفسك. ان ربنا طلب من كل واحد فينا يذاكر المنهج بتاعه وان هو يتدبر في القرآن اللي هو باعته له. ممكن تبدأ بان انت تستفيد من اجتهادهم وخبراتهم، زي بالظبط العلماء اللي بيبدأوا من مطرح ما العلماء اللي قبلهم وقفوا، بيبدأوا من هنا. تمام كده. فاحنا بناخد خبراتهم، تمام، بس عايزك تتدبر بنفسك بعدها. في برنامج انا هسيبه لك في الوصف هيسهل عليك التدبر بشكل لا تتخيل، هيوفر عليك شهور بل سنين كمان. ربنا يجعل كل من ساهم في البرنامج ده يكون له سبب في ان هو يدخل الجنه ان شاء الله. القران 30 جزء والشهر 30 يوم، هنقرا كل يوم جزء وهنبدا نتدبر في كل جزء احنا بنقراه. انا عايزك هنقسمها لشهرين. اول شهر انت هتشوف اجتهاد وتفسير المفسرين اللي سبقوك قالوا ايه بالظبط عن تفسير الايه دي، والبرنامج ده هيوفر لك ان في تفسير لكل ايه لكل او لاغلب تقريبا كل المفسرين اللي اجتهدوا في تفسير الايات. وعلى اساس هذا مفيش ايه هنقراها الا لما نفهم معناها وتفسيرها ايه. البرنامج سهل جدا، بتضغط على الايه اللي انت واقف عليها ضغطه طويله، بعد كده بتتك تفسير بيطلع لك كل التفسيرات اللي هم قالوها. وطبعا ما تنساش انت دلوقتي خلصت الجزء ده او زودت جزء وشويه، تتك على الايه اللي انت وقفتها وبعد كده بتعمل لها حفظ، بعد كده بترجع لها مطرح ما انت وقفت بالظبط. برنامج رهيب حرفيا، يعني انا بشكر ربنا ان هو دلني عليه. طيب هل كل التفسيرات اللي هم قالوها صحيحه؟ طيب سيدنا النبي قال لنا كل ابن ادم خطأ، ما فيش انسان ما بيغلطش، ولكن نسبة الخطأ في التفسيرات بتاعتهم تكاد تكون معدومة، يعني بنسبة 1% تقريبا. كام آية بالظبط؟ ومش هتعرفها اصلا الا لما تبدا انت تتدبر بنفسك، وهنتكلم عنها دلوقتي. فبنسبه 99.9% لا، التفسيرات كلها صحيحه. انت هتخلص الشهر من هنا هتحس ان انت اول مره تقرا القران حرفيا. قرايه بسرعه دي تنساها، تمام كده، شيلها من قاموسك تماما. مفيش حاجه اسمها قرايه بسرعه كده، كلام ربنا ما يتقريش بسرعه كده. انت تقول وتركز في كل كلمه، ربنا بنفسه بيكلمك. جينا للنقطه الثانيه، انا عايز اتدبر بنفسي، اللي هو الشهر الثاني. نفس البرنامج موفر لك حاجه سهله قوي. زمان ما كانش فيه التكنولوجيا والعلم ده، ربنا انعم علينا بحاجه جديده اليومين دول. في البحث مثلا هتكتب رزق مثلا، هيطلع لك كل الايات اللي في القران اللي اتقالت فيها كلمه رزق، تمام. يرزقون، رزقوا، هتجيبها بقى بكل الصيغ. المفروض بعد اول شهر مع قرايه تفسير المفسرين كلهم
انت اصلا المفروض هتكون عرفت ان في نواهي وفي اوامر وفي جنه وفي نار وفي ربنا وفي شيطان وفي كبائر، وربنا اتكلم عن الجنه واتكلم عن النار وهكذا. طب انا هدور على ايه بالظبط؟ اعمل الملخص عن ايه بالظبط؟ طيب هنوزعه برضو على 30 يوم، كل يوم جزء. قريت اول ايه لقيتها بتتكلم عن الرزق مثلا، تمام كده، هقف عندها، اجيب ورقه وقلم، الرزق اعمله موضوع كامل لوحده. عايز اعرف الصوره كامله عن الموضوع، عايز اجمع كل الاجزاء اللي ربنا وزعها في القران عن الموضوع ده عشان اعرف الصوره كامله للموضوع. يعني مثلا دلوقتي وقفت عن ايه بتتكلم عن الرزق، عايز اعرف ربنا قال ايه عن الموضوع ده بشكل كامل، ايه الصوره الواضحه والكامله للموضوع. هتكتب في البحث رزقوا، يرزقون، رزق، بكل الصيغ بقى، تمام كده، وهتجمع كل الايات دي. ولكن قبل ما تعمل الخطوه دي لازم تحفظ اخر ايه انت وقفت عندها، تضغطه طويله على الايه، بعد كده تكتب حفظ، بعد كده ترجع لها بنفس الطريقه من مطرح ما انت وقفت، رزقوا يرزقون بكل الصيغ، وتجيب ورقه وقلم بقى وتقرا الايات اللي قبلها وتقرا الايات اللي بعدها، تمام كده، بيبقى في رسائل قبلها وفي رسائل بعدها، وتجمع. طيب في كلمه انا مش فاهمها، في كلمه مش واضحه، مع ان هي نازله بلغه عربيه في المعجم العربي، وفي برضه دلوقتي الدنيا متسهله خالص على جوجل كده معنى كلمه كذا في المعجم العربي هتظهر لك. بعد خلصنا الرزق هنخش في الايات اللي بعدها. طب جبت الصوره كامله عن الرزق، ربنا قال امتى بتتحرم الرزق، وامتى بتاخد الرزق، وامتى بيبسط لك الرزق، وامتى بيضيق لك الرزق، وهكذا. والرزق اصلا مكانه فين، ومين اللي بيجيب الرزق، وبيجي ازاي، وهكذا. هتشوف الصوره كامله عن الموضوع، ما تاخدش ايه واحده وتبني عليها كل حاجه. زي الخمر كده، في ايه بتقول لك ما تشربش الخمر ساعه الصلاه، لو خدت بدي بس انت وديت نفسك في داهيه، لان انت ما جمعتش كل الصوره الكامله عن الموضوع. افتح عند ايه بتتكلم عن النار، بتتكلم عن الجنه، بتتكلم عن الكبائر، بتتكلم عن الذنوب، وهكذا. افتح عند ايه بتتكلم عن الكبائر مثلا، الكبائر اللي هي بيبقى فيها وعيد بعد كل ذنب، يعني ربنا حذر اللي هيعمل ده هيتعذب يا في الدنيا يا في الاخره، يا هينزل عليه عقاب يا هيغضب عليه، وهكذا. هي دي الكبائر. يعني مثلا ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، في عقاب، في وعيد بعد الذنب ده، تمام كده. طيب دلوقتي ربنا اتكلم عن اللي هيقتل مصيره النار، هل كده ملوش توبه؟ لا استنى، ما جمعناش الصوره الكامله عن الموضوع. والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. الآية دي برضو بتقول إن اللي هيقتل واللي هيزني واللي هيشرك بالله مصيره النار برضو للأبد. يعني ما لهمش توبة ولا إيه؟ اقرأ بقى الآية اللي بعدها، عشان كده لازم تقرأ الآيات اللي قبلها والآيات اللي بعدها. إلا من تاب، يعني قتل فعلا، يعني زنا فعلا، يعني أشرك بالله فعلا. سيدنا عمر بن الخطاب ما كانش من المؤمنين، كان من المشركين، صح كده؟ بقى دلوقتي فين؟ مدفون جنب سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام ومن الخلفاء الراشدين، وربنا انعم عليه بقى من المبشرين بالجنه. في توبه، الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا. اشترط توبه، بس مش توبه بس، تؤمن بالله، والمؤمن هنا اللي هو بيتبع اوامر الله وبيجتنب النواهي، وعمل عملا صالحا. عمل عملا صالحا، ربنا اشترط عشان يسامحك تتوب، تؤمن بالله بان انت خلاص انا هبعد، انا هعمل بقى الاوامر وهجتنب النواهي اللي ربنا قال عليها، بعد كده تعمل اعمال صالحه، هيترفع البلاء وهيترفع العقاب، ان شاء الله تبقى من اهل الجنه زي ما سيدنا عمر بقى من المبشرين بالجنه كمان. الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات كان الله غفورا رحيما. يعني ما خلصتش، هي ليه توبه اهو، صح كده؟ السوره الكامله بتقول ان هو ليه توبه، تمام؟ يعني اروح اقتل بعد كده تقول لا، ربنا راح قايل لك افامنوا مكر الله فلا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون. مكر الله هنا اللي هو بتعمل كبائر تقول بعدها هتوب على طول مش عارف ايه، لا، هيسحب روحك قبل ما تتوب، بيقول لك ما تامنش مكري. طب انا هسرق وبعد كده احج، لا لا لا، هيقبض روحك قبل ما تحج، تمام كده، بيقول لك ما تامنش مكري. ابعد عن الكلام ده خالص، ولكن اديتك فرصه ولسه ما قبضتش روحك، لسه مديلك فرصه ان انت ممكن تتوب، توب وبيقول لك هسامحك، تمام كده، واوعى تقرب لها تاني. والتوبه هنا ان انت بتوعد ربنا مش هعملها تاني، ولو ليها كفاره تعملها، يعني ربنا هيسامحني برغم كل اللي انا عملته، ربنا هيسامحك. لما تجمع الصوره كامله عن المغفره هتعرف ان ربنا غفور رحيم، تعرف ان ربنا بيقول لك لو استغفرت وتبت هتلاقي ربنا غفور رحيم. اللي عايزك تقنع ده ومش مصدق، انا مش متاكد ان ربنا سامحني، انا مش متاكد، لا 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 لا، ده الشيطان. اللي عايزك تقنع ده الشيطان، تمام كده. واصلا القنوت من رحمه الله من الكبائر، ومن يقنط من رحمه ربه الا الضالون، ده ربنا اللي بيقول لنا. مش انا قلت لك هسامحك يبقى هسامحك، خلاص سامحتك، تمام، بس انا مشترط 3 شروط: تستغفر وتتوب، تؤمن بالله بان انت خلاص تعمل بقى الاوامر اللي ربنا قال عليها وتجتنب النواهي اللي ربنا نهى عنها، بعد كده قال لك تعمل اعمال صالحه، تدور ايه اكتر الاعمال الصالحه اللي ممكن تجيب حسنات وتنفعك باذن الله. طب انا لو ظنيت بعكس كده ان ربنا مش هيسامحني، لا، انا عملت مصيبه كبيره، اعرف ان انت كده عملت ذنب من الكبائر، انت كده كدبت في ايه من ايات ربنا، لان ربنا قالك ان الله يغفر الذنوب جميعا، بس هو حاطط شروط للمغفره وحاطط شروط للتوبه. الكبائر لازم توبه وتؤمن بالله، بعد كده تعمل اعمال صالحه، وهكذا. كل ما تقف عند موضوع تجيب ورقه وقلم، نجيب كل الايات اللي اتكلمت عن الموضوع ده،
ربنا قال ايه وقالها في انهي صيغه، في كلمه مش فاهمها يا اما تشوفها من المفسرين قالوا فسروها قالوا ايه، يا اما تروح داخل على المعجم العربي على جوجل، اسهل حاجه ما معنى كلمه كذا في المعجم العربي، الرزق ربنا قال عنه كذا، الشرك ربنا قال عنه كذا، الكفر ربنا قال عنه كذا، لاخر المواضيع كلها القران. معاك 30 يوم، ممكن يطول معاك ممكن يطول معاك، عشان كده بقول لك جزء واحد بس في اليوم. في نقطه عايز اكلمك فيها، ان القران مش هيدي سره لاي حد، لان ده اصلا كلام ربنا، مش هتفهم حكمه ربنا الا لو ربنا بنفسه فهمها لك. الطريقه اللي انا بقولها لك دي هتساعدك بشكل كبير بنسبه 70 80%، ولكن في ايات مش هتفهمها مهما دورت، مش هتفهمها، لازم ربنا يفهمها لك، لازم تستعين بالله. وربنا قال لك الا من اتى الله بقلب سليم، لازم قلبك يبقى سليم. ازاي قلبي يبقى سليم اتكلمنا عنها قبل كده، ممكن اسيبها في اخر الفيديو يعني. بس كده.